عسلامة ومرحبا بكم في فيديو جديد ومع رسالة جديدة. إن شاء الله تكونوا في صحة جيدة وإن شاء الله ربي يعطيكم ما تتمنوا أكثر. ديما قولوا آمين، ما تعرفوش وقتاش ربي يحقق لكم الدعوة ولا الأمنية متاعكم، وإن شاء الله ربي يعطيكم الناس الكل على قد قلوبكم. اليوم الفيديو متاعنا حاجة بنينة على الآخر اللي باش نحضر مع بعضنا الكب كيك. باش نعملوه بطريقة سهلة على الآخر، وحتى إذا كان ما عندكش ميزان عادي على الآخر باش نعطيك الكيل بالكيس وبالميزان زاده هكا وهكا للناس اللي عندهم ميزان واللي ما عندهمش. تابعوني لاخر الفيديو تعرفوا التفاصيل الكل، كيفاش تجيكم الكيك خفيفه واسفنجيه وفي نفس الوقت يرتفع حجمها بالكدا. المفيد بيه التفاصيل الكل تلقاوها في الفيديو. ما تنساوش تشجعوني جيم وكومنتير وتشتركوا في القناه. وتوا خلينا نبداو مع بعضنا المكونات اللي نستحقوها. بالنسبة للكيس اللي أنا كيلت بيه باش نوريه لكم تويكا، هذا هو الكيس، هك ظهر الحجم متاعه والسعة متاعه 220 مليلتر من السوائل. الفرينة أخذينا 2 كيسان ونص ما يعادل 350 جرام فرينة، عليهم 3 بيضات، ونزيدوا كيس سكر حبيبات ما يعادل 220. عنا نصف كيس حليب ما يعادل 110 مليلتر، وعنا نصف كيس زيت نباتي، باكو خميرة متاع حلويات، مغرفة كبيرة كاكاو، وباكو سكر فاني. هذه هي المكونات متاعنا. وتوا خلينا نبداو في التحضير متاع الكيك. بالنسبة لأول حاجة باش نقوموا بها، ناخذ الصحفة نحطوا 3 عظمات متاعنا السكر فاني، وكان ما عندكمش تحطوا الروح متاع الفاني، وكان ما عندكمش هذوما الزوز تاخذوا كعبة قارص ليمون وتبشروها وتحطوا القشرة متاعها. رانا جوست نحبوا نحيو الريحة القوية متاع العظم. وناخذ السكر متاعنا ونبداو نزيدو فيه بشويه بشويه واحنا قاعدين نركضوا حتى لين نكملوا الكميه الكل متاع السكر، وتلقانا في الوقت هذيك قاعدين نركضوا في العظم بالكدا. الملاحظه اللي نحب نعطيها لكم، لازمكم تركضوا العظم مده 5 دقائق، يعني درج. حاول تعطي للعظم حقه باش يتركض. علاش؟ على خاطر برشا يقولك انا الكيك تجيني تغصص وتجيني ملكزه وما تجينيش اسفنجيه كما نشريها. هذاك علاش؟ على خاطر انت الكيك راهم الاسرار متاعها انه لازمك تعطيها حقها في الركضان. ثاني حاجه، كيفاش تعرف اللي سي بون انت ركضت امورك واضحه والكيك خذت حقها؟ وقت اللي الخليط متاعك الحجم متاعه يرتفع يتضاعف ويولي اللون متاعه اصفر فاتح، وفي نفس الوقت زاده وقت اللي تهز بالحديدات متاع الماكينه تلقى الخط يهبط لك متاع العجينه مسترسل. سي بون وقتها امورها واضحه. نزيدوا الحليب ونزيدوا الزيت. فاتني برشا الفيديو وانا نعطيكم في النصائح. نزيدوا الحليب ونزيدوا كما شفتوا الزيت نباتي. ناخذوا تويكا الفرينه والخميره، كان عندنا كاكاو زيد نصفيوه. من الاسرار الاخرى اللي باش الكيك زاده تجيك اسفنجيه وترتفع الحجم متاعها يتضاعف بالكدا، انه انت تصفي الفرينه متاعك. دونك خذوهم النصائح هذوما مسلمين من عندي انا، ومن بعد تفكروني في البنه. توا شنو نعملوا؟ سي بون هذا القوام اللي احنا نتحصلوا عليه. شنو باش نعملوا؟ باش ناخذوا الخليط متاعنا ونقسموه على 2. تنجم تعمل الكميه متساويه، تنجم تعمل اي واحد فيهم اكثر. انت وشنو في الدار يحبوا، كسوا يحبوها اللي تلقاها فاني اكثر ابن، والا يحبوا اللي بالكاكاو اكثر. يعني ديما نقول لكم انا نعطيكم الباز وانتم عليكم الاختيار وعليكم انه تتفننوا وتبدعوا. بالنسبة للكاكاو نفس الشيء، راهو تاخو الكاكاو وتصفيه ونزيدوا معاه شوية حليب. راهو بالنسبة للحليب راهو لازم يتزيد مع الكاكاو، خاطر الكاكاو ثقيل دونك يولي يثقل لنا الخليط متاعنا. نزيدوا الحليب بشوية بشوية ما يعادل 2 مغارف 3 مغارف حاجة كيما هكاك انت وكمية الخليط اللي عندك، حتى لين نلقاو الخليط متاعنا ولينا اللون متاعه كيما هكايا شوكولا. وقتها اموره واضحه، الزوز خليطات حاضرين. وتوا باش ننتقلوا للمرحله اللي بعدها اللي هي المونتاج الاخراني، انه احنا باش نخدموا الحكوك متاعنا متاع الكب كيك. به توا اول حاجه باش ناخذوا البلاتو هذا، كان عندك نجم تعمل به، ما عندك شي عادي تستغنى عليه. وتلقاك عندك لي كاسات هذوما. شوفوا انا راني عندي غرام بيهم، واللي يتابعوني على الفيسبوك ويتابعوني زاده هوتويك على التيك توك والا زاده في الانستغرام يعرفوا اللي انا ديما نمشي لتركيا، وكل ما نمشي لتركيا نبدا هكا نتنوش ونبدا نشري في الحاجات اللي نستحقهم للتصوير باش ديما نقدم لكم حاجه مزيانه.
هذوما شريتهم راني من تركيا وأسوامهم رخيصة على الآخر، وفي نفس الوقت زادة ما تنساوش اللي غاديك راهو فما برشا باللي نحكي لكم قداش فما هكايا موديلات وحاجات تلقاك أول مرة شفتها، يعني عندهم شواء مش عادي في الحاجات هذوما. حاجة أخرى تويكا بالنسبة للقماع هذيا، برشا سألتوني على القماع هذيا منين شريته، وجوني على الانستغرام هكا كيستيونات منين شريته، قلت برا خليني نجاوبكم الكل مع بعضكم. راهو القماع شريته من عند عزيزة، وراهو السوم متاعو رخيص على الاخر زادا، وقت اللي جابوه في عزيزة من با 2200 حاجة هكا، يعني رخيص على الاخر. دونك براتيك ننصحكم اذا كان لقيتوا منه تستعملوه، راهو ما يوسخ لكمش الكيس. اي حاجه تجي تستعملها عادي على الاخر، تحط تنزل عليها تهبط لك تقعد لي كيسات نتاعك ولا الحكوكم تاع الكب كيك نظيفات. هاكا شفتوا انا كيفاش خدمت، عملت الخليط الابيض نتاعي من الاول، ومن بعديه كنزيد شويه هكايا من الكاكاو للفاني باش نعطيها هكا منظر مزيان، والبقيه الاخرين باش نحطهم الكلهم بالكاكاو. نعمله بنفس الطريقه كيما هكا. والفور متاعنا بالطبيعه يكون شاعل على درجه حراره 200 درجه، نسخنوا الفور. اما كيفاش ندخلوا البلاتو رانا نقصوا ل 150 درجه، خليوا النار تكون ضعيفه، وفي نفس الوقت تطيب الكيك متاعنا على نار هاديه، خاطر تنجم انت كي تقوي في النار برشا تحرق لك من الفوق وتلقاها من داخل مازالت ما طابتش. هاكا شويه نصائح، شيختكم بالنصائح في الفيديو هذا، شكون كيفكم شكون تلقاو يعطيكم هكا برشا نصائح واسرار متاع الكيك. توا التزيين كل قدير وقدره، وكل واحد كيفاش يزين. نجم تحب تزينها تو قبل ما تدخلها للفور، والا نجم تزينها بعد ما تخرجها من الفور. انا حطيت بيبي شوكولا البيضاء، وحطيت الشوكولاتيه، وحطيت اللوز إفيلي. نجم انت تخليها ساده عادي ما فيها حد شيء، وتنجم بعد ما تخرج من الفور تزينها، تحط لها شويه شحور، ترش عليها شويه فاكهه، ترش عليها شويه سكر بودر، يعني عندكم ما تبدعوا. وهذه الغزلة فينال بتاعنا، وشوفوا لي بسم الله ما شاء الله قدهم شي مزيانين مرتوبين، منظرهم يشاهي. وشوفوا لاحظوا باش نركز لكم انا على ارتفاع الحجم متاع الكب كيك، شوفوا ما شاء الله قديش الحجم متاعها مرتفع، ومن داخل اسفنجيه والبنه من وراء العقل. ننصحكم بالحق تجربوها، راكم ماكمش باش تندموا. وزيدوا الكيسات هذومكا زيدوا هكا فيها الشطر، زيدوا زينوها بالكدا وعطوها منظر مزيان. ان شاء الله تكون عجبتكم الريسيت، تابعوني وتابعوا النصائح متاعي، وما تبخلوش عليا كما انا ما نبخلش عليكم بالاسرار هكايا متاع الوصفات والبنه، ما تبخلوش عليا بالجيم والكومنتير والاشتراك في القناه، والا زيد تابعوني على الانستغرام وعلى التيك توك ويلي دالندا. نحبكم برشا، نتلاقاو في فيديو جديد. وديما نقول لكم اي واحد عنده اي ريسيت يحبني انا نعملها له، ما عليك انت تبعث لي ميساج وانا نلبي لك الطلب نتاعك. نحبكم برشا، تشاو باي باي.